هو احمد عز فعلا كان بيحقق العداله ولا ما يقل الشر عن الباقيين؟ الفيلم بيبدأ بجريمة قتل لراجل الأعمال حسين نصحي في قلب فيلته. التهمة بتترمي مباشرة على سحر زوجته، وبنعرف بعد كده إنها كانت شغالة في المكان اللي هو متعود يروحه، وبالفعل اتجوزته مع إنه أكبر منها بسنين ضوئية. مش محتاجة توضيح عشان فلوسه طبعا. سحر بتروح مكتب محاماة من أكبر مكاتب المحاماة في البلد، بس المحامي الشهير بيرفض القضية لأنه ما بيقبلش قضية خسرانة. ومن هنا بيجي دور أدهم، أو خلينا نقول أحمد عز. أدهم قبل القضية دي وبقى بيحاول بكل السبل يثبت براءة سحر، يمكن عشان القضية عليها ضجة إعلامية كبيرة، واللي يقدر يحلها عايز يثبت نفسه انه محامي شاطر، ويمكن عشان سحر لمعت في عينيه، او مش يمكن، ده اكيد. المهم سحر بتتمسك وتتحبس على ذمه القضيه، وبيبدا ادهم رحلته في البحث عن القاتل الحقيقي، وبيشك في ليلى سكرتيره القتيل اللي كانت على علاقه بيه. مش عاتق الراجل ده. وبيشك في معتز ابن القتيل اللي كان دايما على خلاف معاه، وفعلا بيكون عنده اكتر من دليل ياكد شكوكه دي على كل واحد منهم. ادهم بيلاقي واحد دايما بيراقبه وماشي وراه، بس بيقدر يمسكه، وبيعرف منه انه اخو سحر من الام، وبيعرف منه برضه انه مجرم وسوابق واضحه زي الشمس. بس لا، اصل سحر حلوه بصراحه. سحر بتتمسك وبيترفع عنها ادم، وبيقدر يجيب لها براءه، وبيسجن بدلها ليلى، وعلشان هو ما بيضيعش وقت اتجوزها وخلف منها كمان. بس بيتضح ان منتصر زميله واعز اصحابه هو الراس الكبيره ورا كل ده، وهو اللي خطط يخلص من جوز سحر مقابل 2 مليون جنيه، واللي نفذ اخوها. الحته دي بتفكرني بجعفر العمده لما كان ابنه قدامه وعامل نفسه مش شايفه. ادهم لما بيعرف الحقيقه بيختار يبلغ عن سحر، وبينتهي الفيلم على ادهم وهو شايل بنته مع موسيقى ياسر عبد الرحمن. استنى، انا رايح فين؟ الفيلم بالنسبه لي لسه ما بداش. فاول مشهد لادهم في الفيلم في اللقطه الثانيه قال انه ادى الواحد 5000 جنيه عشان يجيب مستند. رشوه يعني، ده كمان لعب عليهم قمار وكسب. جبت المستند من غير ما تدفع؟ ما انا عرفت انه كان بيلعب قمار، لعبت عليهم، هعمل ايه يعني؟ يبقوا حرام عليك. بيحب الموكله بتاعته، وعلى حسب وجهه نظرك ده صح ولا غلط، بس الحب ده كان هو السبب انه دخل واحده بريئه سجن، وبرضه كان هو السبب انه يتستر على مجرمه في بيته. تصدق اسم سحر ده ممكن يكون ذكاء من المؤلف، لان الرجاله بيقعوا تحت تاثير سحرها. المهم نرجع لموضوعنا. بنعرف بعد كده ان ادهم متعود يعمل علاقات غير شرعيه مع بنات او موكلات عنده، يعني زنا. الو ادهم، سألت عليك البوابة قال لي انك مش موجود. على فكرة انا اهلي مسافرين وراجعين بكرة، كلمني بقى. باي، تشاو تشاو. لهم بقى ربنا يرجعهم بالسلامه، وحشتيني. انا عازمك على العشاء النهارده. بنشوفه هو بيستغل رشا بنت القتيل وبيحببها فيه، ودي طبعا حاجه غير اخلاقيه وممكن تسبب ليها اذى نفسي كبير. وكل ده ليه؟ علشان يجيب منها شويه معلومات، مع انه كان ممكن يجيب المعلومات دي باي طريقه تانية، بس هو قرر يستسهل. بينتحل شخصيه ضابط عشان ياخد معلومات من تاجر العمله، وتقريبا بيسرق منه موبايله. وما تقوليش انه اخد منه الموبايل عشان ما يحذرش سوزي اللي هي ليلى يعني، لانه كان ممكن ياخد الشريحه بس. النقيب ادهم مباحث الاموال. طب يا صلاح، سنوفير مقبول، اتكل انت على الله. دي انا مش محتاجها، ودبلة المدام مش محتاجها. اشوف وشك بخير. في مشهد المطارده بين ادهم وفتحي، ادهم بعربيته بيدوس على حاجه الناس الغلابه في مكان زي السوق كده، ده كمان خبط واحد وما هانش عليه يقف يطمن عليه، او حتى يرجع له بعد ما فتحي هرب منه. الراجل ده ممكن يكون اتكسر او جاله عاهه مستديمه او مات، يعني قضيه شروع في قتل. فلو كل الحاجات دي مش هتخليك تشوفه مجرم، فايه هو تفسير الاجرام؟ وما تنساش الحلقه دي كانت وجهة نظر طازة ومستوية وغنية. انا كده خلصت، بس انت لسه ما خلصتش. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الحلقه دي ما عجبتكش اتفرج عليها تاني. سلام.